السلام عليكم أصدقائي الحلوين، يا رب تكونوا بألف صحة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين إن شاء الله. وكل من صلى عليه، تعالوا نشوف مقاديرنا السهلة البسيطة بمكونات بسيطة. زي ما عودتكم، معانا هنا كوباية من اللبن، حطينا عليها 3 معالق خميرة علشان هقول لكم كمية الدقيق قد ايه. النهاردة أبسط وأسهل حاجات ممكن هعملها. بعد العيد كده الناس طلبت حاجات مخبوزات ومعجنات، قلنا نعمل لهم اللي هما طالبينه. حطينا هنا 3 معالق من الزيت، بس طبعا بعد الخميرة ما اتخمرت. كوباية لبن عليها 3 معالق خميرة كبار، عليها بتاع نص كوباية سكر. حلو الكلام. وسبناهم يتخمروا وغطينا عليهم زي ما انتوا شايفين، وسبناهم يتخمروا. بعد ما اتخمرت حطينا الزيت. ليه؟ طبعا لان ممكن لو حطينا الزيت هتغلف حبيبات الخميرة فمش هتتخمر وهتضيع علينا كده الخميرة وهتكون باظت. ادي حاجة. تاني حاجة طبعا الملح برضو بيهبط الخميرة. كده عندنا 2 من العوامل بيهبطوا الخميرة. كده تمام جميل اوي. سيبناهم يخمروا زي ما انتوا شايفين، وهنتكلم واحنا بنعجن. بعد ما خمروا وتمام حطينا 3 معالق من الزيت، وحطينا كيلو من الدقيق، وهنبتدي نعجن الباقي بالمية الدافية عادي خالص. طبعا اللبن هيكون دافي، ونبتدي نعجن بالمية الدافية زي ما انتوا شايفين كده. طبعا احنا عارفين ان العيش دايما بيكون عجينته فيها تلزيقة بسيطة. طبعا لو انت عندك عجان مش هتستخدمي كل العجن اللي انا بعجنه ده. في ناس بتحب العجن بايديها جدا جدا جدا، فعادي مفيش مشكلة. ابتديت هنا خلصت عجن الحمد لله، وبقت جميلة قوي معايا لمدة 10 دقايق كده. وهقسم العجينة على طبقين، لان الطبق ده طبعا الصغير عليها لسه هتخمر وهتضاعف حجمها 3 مرات. هغطي عليها كده، وعقبال ما يتضاعف حجمها ان شاء الله نرجع ونشوف هنشتغل فيها ازاي. هنغطيها ان شاء الله بستريتش راب او كيس او اي حاجة عندك. التخمير من ساعة لساعتين على حسب حرارة المطبخ بتاعتك. وطبعا ما تنسينيش في تعليق ولايك واشتراك وقول لاصحابك، علشان ببقى مبسوطة جدا 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 من اي تعليق حضراتكم بتقولوه، اذا كان سلبي او ايجابي. هنسيبه هنا يتخمر براحته، ونرجع لكم بعد ما اتخمر. ما شاء الله بقى جميل جدا. يلا نبتدي بقى ناخد واحد واحد نشكله. هكشف دوت اشكله، والتاني ههبطه يا جماعة واسيبه عشان ما يخمرش بالزيادة يطلع بره، لان غلط اصلا ان هو يتخمر زيادة عن اللزوم. فهبتدي اهبط الصغير اللي انا مش هشتغل فيه واركنه تاني على جنب ما يجراش حاجة. طبعا منضفة رخامتي، وهبتدي اشتغل. هحط هنا شوية من الزيت صغيرين، وهبتدي اخد قطعة. القطعة اللي انا هاخدها دي يبقى هي الرغيف اللي انا هعمله. اخدت قطعة قطعة اهو، وهبتدي احطهم مرصصين كده جنب بعض. حلو الكلام. سهلة وبسيطة اهو. لغاية هنا ما تكلفناش شغل كتير ولا مجهود، الا بس العجن. لو انت عندك عجان يبقى انت كده خرجتي من موضوع العجن. تمام. هبتدي اكور كده كرة كرة لغاية ما اخلصهم كلهم، واقول لك هنشتغل ازاي برضو، يعني بكل بساطة ان شاء الله. معلومات كتيرة لازم اعرفها لكم، علشان خاطر ناس كتير بتسألني ان في حاجات في المخبوزات بتفشل منها بسبب حاجات كتيرة. قلنا حاجتين في الاول، ولسه هقولك بقية التعليمات واحنا شغالين، لان برضو من العوامل اللي بتهبط العجين. جبنا الصاج بتاعنا او الصينية عادي، وهنبتدي ندهنه كده بشوية زيت، علشان طبعا الرغيف يخرج معانا بمنتهى البساطة. طبعا دهنة بسيطة كده على الرخامة، وهبتدي اشتغل. يعني هي اول دهنه، وتحاول ما تدهنيش تاني لما تلاقي العجينه ابتدت تلزق في الارضيه. بلاش دقيق يا جماعه، لان الدقيق هينشفه. والزيت طبعا رشه بسيطه جدا زي ما انتوا شفتوا. هبتدي افرد كده رول، وهبتدي الفه. وبعد ما الفه هقفل الابواز، وابتدي ابرمه برمه بسيطه. تمام اوي كده. ودايما زي ما احنا عارفين الوصله بتاعت العيش اللي احنا قفلنا بيها ناحيه اخر اللفة بتبقى تحت في الصاج او في الصينية، بتبقى في الصينية من تحت. تمام. نعمل كمان واحد فردناه اهو، ونبتدي نلف وهنقفل القفلة دي. بتبقى في الصينية من تحت، يعني بتبقى في القاعدة. هنلف لفة بسيطة كده، ونبتدي نرصص تاني. وطبعا لازم يكون في فرق بين الواحد والواحد. اي حاجة هتخمر يا جماعة لازم يكون فيها فرق، او بيكنج باودر او خميرة، لازم يكون في فرق بين القطعة والقطعة. هنبتدي نلف كده الباقي كمان،
ونبتدي نشتغل. وهقول لكم الناس اللي ما بتحبش البيض للوش هندهن ايه في بدايل كتير 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 قوي ممكن نعملها. نعمل كمان واحد كده. هنخلص ان شاء الله الكمية كده بمنتهى البساطة، واقول لكم على شوية معلومات واحنا بنخلص. طبعا بعد ما اخلص الكمية ان شاء الله هبتدي احطها فوق الفرن كده، والفرن بيسخن تتضاعف حجمها. لازم يا جماعة اخليها تتضاعف حجمها وانا بدخلها الفرن، ما اخبطهاش خالص ولا حركها. بعد ما يتضاعف حجمها هدهن وشها ايه. من ناس ما بتحبش البيض، ناس ما بتحبش اي حاجه من دي، ممكن ادهن وشها ميه بسكر. معايا هنا انا نص كوبايه ميه، عليها معلقه واحده صغيره نسكافيه بلاك. هيخش على رف اوسط، درجه الحراره 200 كده. دي كل عوامل نجاح العجين او المخبوزات اللي انت عايزاها هشه. حلو الكلام. خرجت من الفرن سخنه جدا، عايزاها طريه جدا. هنبتدي نغطيها كده بفوطه، ونحط فوق الفوطه كيس، على اي كيس، اي نوع كيس عندك، ويبتدي عشان يكتم الحراره جواه يطريها. عايزه الوش مقرمش سيبيها كده مكشوفه، تبقى ممتازه ممتازه. احلى عيش ممكن تاكليه. عايزه تزودي في عجينته زبده، عايزه تزودي لبن كمان، مفيش مشكله. بس اللبن الكتير فيه هتلاقيه فيه فتوله بسيطه، لازم ياخد ميه ولبن. تمام. عشان نبقى صراحة مع بعض. ابتدينا هنا نخرجه بعد ما برد بقى. بصوا روعة وجميل، واخد لون تحفة من تحت بجد. شكله حلو جدا وطبعا لذيذ. لو انتوا وقفتوا في اي حاجة اكتبوا لي في التعليق. ويا رب اكون عند حسن ظنكم ان شاء الله ان شاء الله. عايزه اشوفكم دايما في احسن حال. وشكرا. لو اي حد عايزه اقول لكم طبعا الرغيف الصغير دوت كان عقبال ما خمر كتير، كان باقي الضعف حجمه، فما ينفعش. خدته غيرت تشكيلته ودخلته تاني الفرن، بس شفتوه لسه صغير. يعني هو نفس الكورة، نفس الحجم، نفس الوزن بالظبط. بس دخلته كده على طول، بس طلع صغير ازاي. بس برضو يعني مش زي طبعا التانيين خالص. بس حبيت اوريكم من غير ما يتخمر شكله ايه، وبعد ما اتخمر شكله ايه. شوفوا هنا الكمية ما شاء الله طلعت كبيرة جدا، بسم الله ما شاء الله. ولونه تحفة، لونه تحفة. عايزة ترشي ميه وسكر بس مفيش مشكلة. وان شاء الله اكون عجبتكم، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. ويا رب يا رب ان شاء الله اشوفكم في احسن حال، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. شكرا، مع السلامة.